السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثانوي دفعة 2024 عاملين ايه؟ جاي لكم النهارده بفيديو مختلف جديد خالص عشان حضرتك تعرف تتخيل المنهج. طول ما احنا شغالين في منهج الفيزياء بنتكلم في فكرة ايه؟ ان المدرس بيبقى بيشتغل تحس ان هو الطالب في حتة والمدرس في حتة. المدرس اكيد متخيل يعني ايه مجال، يعني ايه حث، مظبوط، يعني ايه اقطاب مقعرة، يعني وهكذا. يعني وانت المدرس بيشرح لك هو شايف الكلام ده بعينه، تمام؟ ودايما بنحاول في الشرح بتاعنا وحتى واحنا بنحل اسئله او احنا بنترجم اي سؤال ان انت تبقى متخيل السؤال نفسه وشايفه بعينك. الفيديو ده بقى عشان يسهل لك الدنيا هنعدي مرورا كده بشويه نقط في المنهج هنخليك تعرف تتخيلها، وصدقني هتفرق معاك جدا 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 ان شاء الله في الفهم وفي الحل وفي حاجات كتير، وهتستمتع اكتر بالموضوع وانت شايف. بالظبط. بس نتمنى بقى ان احنا نعملهم ده شغل كهربائي اللي نعمله مع واحد على الحديثه هيبقى صعب قوي ده. يعني نحاول نقرب لهم الاحداث بس موجود على فكره. موجود طبعا. احنا قبل ما نبدا طبعا احنا بنشكر المصادر اللي احنا اخذنا منها الفيديوهات دي، وكلها لغرض مساعده الطلبه. منهم من موقع وزاره التربيه والتعليم، في فيديوهين من موقع وزاره التربيه والتعليم. طبعا وزاره التربيه والتعليم بس ده مجهود كبير ان هي تحاول تقرب الموضوع للطلبه وتساعدهم من خلال الاسئله اللي موجوده على المنصات بتاعتهم. ده حقيقي ده حقيقي. والفيديوهات الثانيه موجوده من احد الاساتذه في مراجع هنديه، جايب مراجع هنديه وجايب منها المعلومات دي. طيب اللي هو تعالى كده نشوف اول فيديو معانا بيكلمك على ايه؟ الاندكتور اللي هو الملف الحث. ملف الحث اللي هو الملف الاولاني بتاعنا ده. هنا بيكلمك على ان التيار وهو ماشي في الايه؟ في السلك النحاس اللي معمول منه الملف. مظبوط. في الملف لما بيمر فيه تيار كهربي بينشأ حوالين منه مجال. المجال بقى اللي جوه دوت اللي احنا بنجيب عنه كثافه الفيض، القانون بتاعنا اللي هو اليو اي ان على ال. ده شكل المجال اللي هو بيبقى معمول. اتجاهه بقى بص ماشي ازاي؟ ماشي خارج الملف الحلزوني من القطب الشمالي متجه ناحيه القطب الجنوبي. شايف الاسود؟ ما هو بص اهو اهي كده التيار نزل كده، يبقى ده هيشير لمين؟ للان اللي بيخرج منه المجال وبيروح لايه؟ الناحيه الثانيه. هو الملف بيبقى المجال ماشي من اس لان الجنوب للشمالي، فلو تلاحظ راس السهم متجه نحو الايه؟ الفكره بس ان هو ايه؟ مش حته واحده، يعني مش خط واحد فوق هنا وخط واحد تحت، لا ده هو حوالين الملف كله. طبعا دي حركه ايه؟ التيار او الاتجاه التقليدي للتيار الكهربي. ماشي. هنا بيكلمك بقى بص بقى هنا بقى ده التيار وهو نازل بيعمل. بص الحته دي حلوه قوي في حاجه بقى. احنا لما نيجي نتكلم عن الكثافه مش بنتكلم عن الكثافه في نقطه معينه. يعني مثلا السلك ده سلك صح؟ وبيمر فيه التيار الاسفل. اهي بص ايوه بالظبط اهو التيار المجال ماشي كده صح؟ مظبوط. يبقى حضرتك الاكس او الدوت اللي احنا بنعملها دي هي مش نقطه وخلاص، لا دي هي نقطه على مجال معين. هي نقطه على ايه؟ على الدايره دي والدايره دي والدايره دي. يعني السلك ده كله ما بجيبش الكثافه عند الحته دي بس، لا ده هو حواليه كله دوائر زي المنظر ده. بالظبط. هنا بقى لما لفوا ده بقى يعملوا كملف دائري. بص بقى هيبقى شكله عامل ازاي؟ هيبقى حوالين الملف كله برضه، يعني هو مش بيبقى حوالين نقطه، لا هو الالكترون ماشي في كل السلك او في كل الدايره بتاعتك. يعني هنا لو تلاحظ عند الاطراف الملف بتبقى دوائر ممكن 3 لبعض المركز لغايه في النص تبقى هنا هتلاقيها كلها ماشيه متوازيه ومتعامده على مستوى الملف. مستوى الملف اهو اتجاهها متعامد عليه. يعني مستوى الملف كده الطالب بيقرا حاجه يبقى متخيل اللي هو بيقوله ده اللي احنا بنقوله يبقى متخيله قدامه. ده بيحصل حقيقي، مش بنقول كده كلام وخلاص يعني. بالظبط. بص بقى هو هنا هيعمل لك ايه؟ هيشبه لك المجال ده كأن بالمجال بتاع المغناطيس. يعني احنا بناخد حاجات تعمل عمل المغناطيس. بالظبط. الملف سلك مستقيم والملف الدائري والملف الحلزوني بتعمل عمل المغناطيسات. مظبوط. اللي هو عندهم مجال مغناطيسي. طب الميزه بقى فيهم عن ان انا اقدر اتحكم في شده المجال المغناطيسي. بالظبط. وان انا اقدر دي برضه حاجه يعني احنا بنقولها بس الطالب مش بيبقى متخيلها. واخد بال حضرتك؟ فالفيديوهات دي مهمه قوي ان هم يكونوا حاسين ما مستوعبين. كان نفسنا الحاجات دي تكون في المدارس على فكره. ان شاء الله يعني ان شاء الله. هنا بقى يا باشا هيجي يمسك لك. يعني دايما احنا لما نيجي نبدا في الملف الحلزوني نيجي نقول احنا جبنا ملف دائري حلو، وعملنا ايه في الملف الدائري؟ اصبر يا عم. ابتديت عملنا ايه في الملف الدائري؟ ابتديت ابعدهم عن اللفات، نبعد اللفات عن بعض. عشان كده بنستخدم نفس قوانين الدائري هي اللي بنستخدمها في الحلزوني. نكمل. بص بقى المجال القواعد هي نفس القواعد.
رجعنا تاني لايه؟ للشكل بتاعه. طبعا هنا في قوانين ممكن ما تبقاش عليهم. فين هنا بالنسبه زي مع الاي مع الاندكتنس ايضا تناسب طردي، دي قوانين موجوده في المراجع يعني. في المراجع بس مش عليهم هم في المنهج يعني. بالظبط. ماشي. شكل المجال واتجاه التيار. تمام. هنا بقى بص بقى في الجزئيه اللي بعدها طبعا مصدر تيار متردد. هنا مصدر تيار متردد كارنت فلو. كارنت يعني تيار متردد متغير. عمل ايه بقى لما يكون في تيار متردد؟ بص المجال كل مدى ايه؟ بيزيد وبيقل. طبعا بيزيد وبيقل ليه؟ عشان ما هو ناتج بسبب مرور التيار. طب ما التيار كمان بيغير اتجاهه. بيغير اتجاه كمان الشمالي مع الجنوبي. بعد كده بقى وداني الفاراداي. بص بقى بيقول لك بقى ده هو الجلفانو. المغناطيس ده المغناطيس جوه الملف. حته قطع خطوط الفيد دي عشان مش متخيلينها. المغناطيس ده لما كان بره بص 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 خطوط الفيد وهو بيبعد اللي بتقطع الملف بتقل وبتزيد، فبالتالي اثناء الحركه هتلاقي ان هنا حصل ايه؟ تغير في القوه. عشان كده بنقول ان عشان يتولد اصلا قوه دفع كهربائيه مستحثه او تيار كهربائي مستحث لازم يكون في حركه نسبيه. يعني معنى كده ان خطوط الفيد يا بتزيد يا بتقل. ولو جينا حتى بصينا هنا هنلاقي وهو بيقرب بيروح كده وهو بيبعد بيروح في الاتجاه الثاني. لان الاي ام اف بتتناسب طرديا مع ريت اوف تشينج للفيد المغناطيسي اللي احنا بنقوله معدل التغير. في فرق ما بين فيد والمعدل. التغير في الفيد ومعدل التغير دي مهمه قوي. اللي هو دلتا فاي ام. لكن معدل التغير يبقى دلتا فاي ام على الدلتا في. وانا بحب دايما اقول ايه؟ ان التغير في الفيد ده بيوديني لحته الاتجاه. الفيد بيزيد او بيقل، لكن المعدل في التغير ده بيوديني لحته القيمه نفسها بتاعت الاي ام اف اللي عندي. فاهم قصدي؟ عشان يبقى في فرق بينهم. مظبوط. ده حركه المغناطيس واللمبه طبعا بيتغير الاضاءه. والاضاءه لحظيه طبعا كل ما بيحرك المغناطيس. ده التيار بقى المتردد. لما طبعا هنا التيار بيبقى عمال يغير ايه؟ لو تاخد بالك من الاتجاه المجال اللي بيطلع لك كان ماشي كده ورجع. الباك ام اف دي اللي هي قوه دفع كهربائيه مستحثه العكسيه. العكسيه اللي بتتولد نتيجه ان التيار بيقل او التيار بيزيد. بيغير. وريني بقى الشكل البياني للتيار المتردد زي ما حضرتك شايف كده. ان اللمبه يعني لو في لمبه هنا هتفضل دايما ايه؟ تنور وتطفي تنور وتطفي وهكذا. تمام. هنا بقى بيكلمك عن ايه؟ ان التغير في الفيد المغناطيسي بيتغير بالريت اوف تشينج من خلال بص يا اخد بالك ان هو بيقول لك هنا هنا عندها السلوب بتاعتها بكام؟ بزيرو. يعني ايه السلوب بزيرو؟ الحته بتاعت الفاي ام والاي ام اف ماشي؟ ان الفيد عكس الاي ام اف. عكس الاي ام اف المستحثه. الفيد لما هيبقى اكبر ما يمكن الاي ام اف المستحثه هتبقى بزيرو. فاهمني؟ وهكذا. فهو دلوقتي برضه هيبينها لنا على الفيديو. الاسلوب اثباتها هي اثبات رياضي. ده طبعا هيفرق كتير في الفصل الرابع. لان دايركتلي مع التشينج مع التغير في الفيد المغناطيسي. بص اهو الماكسيمم كارنت زي ما حضرتك اشرت في حته الفصل الرابع. الماكسيمم كارنت بيقابل زيرو باكورد اي ام اف. هيكمل. اما عند النقطه ديت يبقى زيرو كارنت وبتبقى الاي ام اف قيمه عظمى. يعني هنا ده الفيد والتغير في الفيد او الفيد والاي ام اف. بصراحه يعني الحاجات دي نتمنى ان المنهج كله يبقى ماشي بيها بامانه. والله بتفرق كتير 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 كتير. ايوه متخيل. يعني انا بقول لك يعني خلي بالك ده هنا بيكلمك على الاي ام اف بتاعت المصدر والاي ام اف المستحثه عند الملف نفسه. فاهمني؟ وبيقول لك ان هما الاثنين عكس بعض. هتقول لك زيرو ابلايد فولتج مع الايه؟ الماكسيمم اي ام اف. يعني هنا في ده بالنسبه للملف في اللحظه اللي بيكون فيها التيار بصفر بيبقى قوه دفع كهربائيه مستحثه قيمه عظمى. دايما في الملف فرق الجهد بيسبق التيار. وهنروح بقى لايه؟ لزاويه الطور. زاويه الطور بينهم هي دي الفكره. موجب 90. يعني احنا بنجيب زاويه الطور بين مين ومين؟ التيار اللي طالع من المصدر مع الاي ام اف اللي موجوده في الملف.
جايد فولتج. هنا هيكمل على نفس السيكونس اللي شغال بيه. ده كان الفيديو الاولاني الخاص بال القوه الدفع المستحثه والكثافه وشكلها عامل ازاي. الفيديو ما زلت بقى استخدم هذا الحث في ايه؟ هنا عامل مقارنه ما بين الموتور، ده بقى فيديو من موقع وزاره التربيه والتعليم. هنا عامل مقارنه بين المولد التيار المتردد ومحرك يعمل بالتيار المتردد. طب بس خلي بالك المحرك اللي يعمل بالتيار المتردد ده هم مش عليهم شغله. بالظبط. لكن عموما هو الغرض هو اللي عليه ان ده بيحول طاقه ميكانيكيه اللي هو الدينامو بيحول طاقه ميكانيكيه الى طاقه كهربائيه، وده بيحول طاقه كهربائيه الى طاقه ميكانيكيه. واي حاجه بتدور هي معتمده على المحرك. مظبوط. بس بيبين لك بقى الفرق. حته الدايره الخارجيه اللي احنا بنرسمها لو حطيت فيها مصدر يبقى انا بتكلم على ايه؟ بتكلم على موتور اديله كهرباء فيتحرك. التيار اهو داخل هنا بقى هيجي لك في مين؟ في الدينامو نفسه. تمام. دول القطبين اللي احنا بنرسمهم، مش بنرسم بقى الرسمه. فاهمني؟ وده المجال طالع من ان لاس. المجال دايما في المغناطيس بيطلع فروم نورث تو ساوث. وهنا هطبق قاعده فيلم من جد اليوم. بص بقى عشان احنا عشان احنا بنتكلم اصلا على اسلاك قبل ما نروح للملف. تمام. فالراجل اشتغل على ايه؟ قاعده فليمنج اليد اليمنى، وقال لك ان اتجاه الحركه بتاعت السلك اهو طالعه بالمنظر ده، فبالتالي الاي ام اف اللي هتتولد فيه هيبقى منظرها عامل ازاي؟ هكذا. حاطه ملف بقى. ده مغناطيس جواه مجال مغناطيسي، وده الملف اللي هو في الاصل عباره عن اسلاك. هوريك دلوقتي هيدخل الحلقتين. جميله بقى الحته دي، حلقات الانزلاق. لا ايضا حلقه اخرى الاس بتاعتها عشان هي دي الفرشه الاولانيه اللي مرتبطه بده، برش الاولانيه. ودي الفرشه الثانيه. واحده اخذت سالب واحده اخذت موجب. وده عمود دوار اللي هو بيدور. بالظبط. ممكن يكون من هنا وممكن يبقى في الملف ذات نفسه من ورا. هوريك بقى التغير بتاع قوه الدفعه الكهربائيه المستحثه. بص بقى هو بيقول لك ده في وضع راسي. في وضع راسي لو انا هلاقي طبعا ان الضلع اللي في الوش ده اثناء دورانه هو مش بيقطع خطوط الفيد دي. تمام. والضلع اللي هو الناحيه الثانيه ده نفس القصه، هو بيدور مش بيقطع. لكن مين اللي هيقطع؟ الضلع اللي فوق تحت والضلع ده. طب الضلع ده لما هيجي يتحرك دلوقتي هيتحرك ازاي؟ هيتحرك كده صح؟ والفيد ماشي ازاي؟ ماشي كده. فدلوقتي اتجاه السرعه هيبقى موازي، فمش هيتولد فيه هنا. والناحيه الثانيه برضه هيتحرك في الاتجاه ده، فبرضه مش هيتولد فيه اي ام اف. هيبتدي بقى تتولد قوه دفع كهربائيه. يعني هو في الوضع الراسي كده مفيش قوه دفع كهربائيه. مفيش قوه دفع كهربائيه. لان الثيتا بيساوي صفر، والثيتا ازاي محصوره بين الملف والعمود على المجال. هنا بدا يدور فبدا يقطع. بص بدا ايوه لحد ما وصل قيمه عظمى لما يكون موازي. هنا بقى اتجاه سرعه كل ضلع. بص عمودي. فاهمني؟ على المجال، فهيبقى عنده اكبر قوه دفع كهربائيه هيبقى اكبر قدر من خطوط الفيد المقطوعه. حركه مجال تيار. يبقى التيار هيمشي في الضلع سي دي. بص بقى تصيد النقطه دي فعلا. حلو. هيبقى طالع منين؟ عشان بس الحته دي طلع مش بتتخيلها قوي. طالع من بره من هنا صح؟ من بي 1 الفرشه بي 1 صح؟ هو لسه مكمل. يبقى هيحرك ده بقى الاسفل، فالتيار هيطلع كده، هيطلع من A الى بي. يعني بص هو دلوقتي في الوضع ده عشان بس الحته دي الطلبه مش بتتخيلها. هي ماشي كده وهيجي هنا يطلع من سي دي من انهي فرشه؟ من بره. من بي 1 ويمشي كده من بره. من الضلع. خلينا حته من الضلع اللي على الشمال اللي مرتبط باس 1 وبي 1. طيب خلينا نكمل. ماشي شكرا يا سيدي. بيوريك بقى التيار بيطبق في اليوم ده. هيكمل الحركه في نفس اتجاه الدوران. مظبوط. ده ينزل لتحت وده يطلع لفوق. تمام. لما يتحرك بقى من الوضع الموازي هتبتدي قيمه قوه الدفع الكهربائيه تقل. كانت عظمى لان هو هيروح للرأسي. بص حتى بيخليك تبقى متخيل التيار ماشي في الدايره الخارجيه ازاي. بيدخلك جوه الحلقتين نفسهم. ماشي. طبعا هو واقف عند اللحظه دي عشان يوضح لك اللي بيحصل عندها، لكن طبعا هو عمال يتحرك. لما لف بقى رجع تاني من العظمى الى الصفر.
مره ثانيه وكده عمل زاويه 180. بص بقى كمل مره ثانيه لحد الموازي 270. جميل قوي الموضوع التخيل. طبعا. بص بقى خلي بالك هنا الضلع سي دي كان الناحيه الثانيه بيتحرك لاعلى. مظبوط. صح؟ فكان بيطلع منه التيار المرتبط باس 1 مرتبط بالفرشه بي 1. طب هنا بعد نص دوره ايه اللي حصل؟ انعكس اتجاه الحركه بتاعت كل ضلع فيهم. فانعكس اتجاه التيار بتاع كل ضلع فيهم. فانعكس اتجاه التيار داخل الملف نفسه. فبدل ما هيطلع لي من بي 1 لا ده هيطلع لي من بي 2. يبقى دايما هنا على الشكل بتاعي اللي هنا ان وهنا اس وانا بدور في الاتجاه ده او اسف في الاتجاه التاني دايما هيطلع لي منين؟ من الضلع اللي على اليسار. وطالما هيطلع لي من الضلع اللي على اليسار يبقى كل نص دوره هيطلع لي من ضلع مختلف. فبالتالي كل نصف دوره هيطلع لي من حلقه وفرشه مختلفين. فهلاقي ان اتجاه التيار هنا اتغير واتجاه التيار هنا بيتغير. وهنا بيبين لك الفرق فيهم اللي هو بيخلي لما اتقلب هنا كان ايه بي هنا لما جه هنا بيوضح لحضرتك لسه قايلها حاجه دلوقتي. خلي بالك ان التيار دايما بيخرج من الضلع اللي على الشمال. هنا بيقول لك ان ايه طلعت لك من اس 2 اللي هي مرتبطه ببي اي. هنا بقى حتى الاشاره بتاعتها اتغيرت. بي 1 من شويه كانت موجب، هنا بي 2 بقت هي اللي موجب. فالتيار اتعكس في الدائره الخارجيه. يبقى احنا لو عايزين نربط الكلام ده بالدينامو موحد الاتجاه الفكره بتاعتنا كلها في ايه؟ ان دايما الضلع دايما التيار بيخرج من الضلع اللي على الايسر صح؟ مزبوط. في الحاله بتاعتي دي مزبوط. يبقى انا محتاج ان الضلع الايسر كل نص دوره اوصله في فرشه مختلفه. فجبنا ايه؟ المقاوم المعدني اللي عمال يدور عم سفايس 1 لحد الفرشه ثابته والناس السفايس 1 هم اللي عمالين يبدلوا موضعهم. فبالتالي هيطلع لي من هنا انا مرتبط بفين واحد. طب لفيت ما هي الاسطوانه لفت معايا فبالتالي الضلع هيطلع لي من جزء اسطوانه مختلف ولكن من نفس الفرشه. يعني هبقى انا ثبت او وحدت اتجاه التيار بره لكن اتجاه التيار جوه ما زال بيتغير. يعني هنا بقى سؤال حلو ممكن يسالوه فيها بقى في الامتحان. اتجاه التيار في الملف داخل ملف الدينامو المتصل بحلقتين معدنيتين هيبقى اتجاه التيار من جوه متردد ومن بره متردد. لكن اتجاه التيار في الملف الدينامو المتصل بالسبايس 1 من جوه متردد لكن من بره موحد الاتجاه. يعني حتى لو هو متصل بالسبايس 1 اتجاه التيار جوه الملف متغير الاتجاه. مظبوط. ماشي. هنا بقى بيوضح العمليه بقى كلها مره ثانيه على بعض. وبرده ده خلينا نقول ايه ان خلي بالك وهو عمودي عندك اكبر قدر من الفيد بيمر خلال الملف. مظبوط. فاهمني؟ عشان كده علاقه الاي ام اف بالفاي لا مش مع بعض. ما ينفعش نقول ان هما الاثنين دي واحده بالساين حتى واحده بالكوزاين كرياضه عكس بعض هم فعلا. بصراحه يعني بعد الفيديو ده المفروض اي حد كان عنده مشكله في الفهم تخيل الدينامو يبقى واضح بالنسبه ما يقعدش يحفظ حاجه خلاص. دي اللي احنا بنهاتي فيها. الملف هو عمودي الفيد قد ايه؟ اكبر عدد من الخطوط بيعدي في المساحه. مظبوط. طب هنا لا ده الملف موازي. كل مفيش ولا خط هيعدي في المساحه. لكن ممكن الملف يقطع هيبقى عنده اكبر عدد من الفيد اللي هو بيقطعها فيبقى عنده اكبر اي ام اف. جميل قوي ومجهود مبذول الحقيقه من وزاره التربيه والتعليم. طبعا. يا ريت والله المنهج كله يبقى عليه الشغل ده من اول الفصل الاول. على فكره الفصل الاول ده بالذات والله العظيم 3 البطاريات شغل البطاريات نفسه شغل الدوائر نفسها لو اتعمل بالمنظر ده التوالي والتوازي من اكتر الحاجات ممكن تخلي الموضوع سهل. بص بقى وهو بيدور بيغير دايما بيغير القيمه وبيغير الاتجاه بتاعته. فيديو جميل قوي خاص كان بالدينامو. تعالى بقى نروح لحاجه مختلفه ولا يحلى الكلام مع الدينامو عن الدينامو الا مع مين؟ مع الدينامو. مظبوط. هنا بيقول لك ده اسم السايت على كل حال. الاي ام اف اندكتورز اللي هم القوه الدفع الكهربائيه جوه الملفات او ملفات الحس. طبعا انا عندي بطاريه وده ملف حس ودي ايه؟
مصباح. تمام. فطبعا لما الراجل ده هيقفل المفتاح ده، المفتاح اللي احنا عمالين نقفله ونفتحه ده، لما هيقفل المفتاح التيار هيجي هنا هيحصل له ايه؟ هيتجزأ، هيمشي حبه هنا وهيمشي حبه هنا، واللمبه هيحصل لها ايه؟ هتنور. دي البطاريه. وده المفتاح وده المصباح. طيب نقفل لنا يا عم المفتاح. يلا اقفل المفتاح. ما قفلش المفتاح. بيوريك شكل الملف الحلزون. الملف من جوه عامل ازاي؟ وعارف برضو في حته لو برضو نقدر نعملها الفتره الجايه بتاعت التيارات الدواميه. نبحث عنها. دي جميله في التخيل، اللي هو فاهم يعني ايه تيار دوامي وبيتولد. والجزئيه الحديثه، الجزئيه الخاصه بالحساسيه الحديثه برضو. طبعا لو تيارات دواميه مع بس فكره حتى هو يشوف التيارات الدواميه وهي في المعدن. تمام. هتلاقي الموضوع بالنسبه له سهل حتى على مستوى الفهم، مش مجرد ايه كلمتين بيطشهم وخلاص. الحمد لله. بص التيار طالع، التيار اتجاه طبعا التقليدي. ده المجال حواليه. هو بيقول لك هو هنا برضو بيولد مجال حوالين السلك نفسه. مظبوط. بس احنا في المعنى بتاعنا بنتجاهله مش وخلي بالك من حاجه عشان بس نبقى موضحين، هو الشحنات ما طلعتش من المصدر، بس ده تخيلي. هي الشحنات اصلا في السلك، هي اتحركت بس المصدر زقها. يعني الجزيئات اصلا قاعده الشحنات او الشحنات، وهو ايه؟ الراجل بس حركها، اداها قوه دفع، عملت مجال مغناطيسي. لما فتح المجال قل، الفيد قل. ما تلاشاش في اللازم. لا، خد وقت قبل ما تلاشى. طبعا هو لما هيقل هيبقى عندي اي ام اف. يبقى بقى ذا سلو موشن. طبعا ده اللازم بتاعنا احنا، مش اللازم بتاعهم هم. هيمر في المصباح وهيضيء. هو هنا بيوريك بقى التوزيع نفسه. ازاي دي نقطه التوزيع. خلي بالك من حاجه بقى، حاجه مهمه جدا. لو اخدت بالك هتلاقي ان الشحنات عدت هنا اكتر. عشان عندي مصباح ليه مقاومه بس. لكن طب هنا له مقاومه، ليه مقاومه وليه مفاعله حسيه بتاعت الفصل الرابع. يعني له معاقه. فهتلاقي ان التيار هنا دخل اقل. عدد الشحنات. وطبعا التيار لما مر في الملف بتاعي حاول منه مجال مغناطيسي. وجت جمع تاني في الجزئيه اللي هناك دي. طيب. في النقطه اللي هناك. مظبوط. هو بيلفت نظرك للجزئيه اللي حضرتك بتقول عليها، اللي هو عدد الشحنات اللي مشت هنا كانت اكتر من هنا. لا، وان هو كمان عنده اي ام اف عكسيه. والفيد بيزيد. لا ما وقفش يا جدع. اشتغل كده اهو. فهنا طبعا بيحصل توزيع عادي، بيتولد هنا مجال، هنا بيبقى فيه اضاءه للمصباح. والعدد هنا اكتر جوه، لان المعوقه هنا جايه عن طريق المقاومه، بس هنا المعوقه جايه عن طريق الاكس ال المفاعله الحسيه والمقاومه. تمام. هنا بقى لما طفاه كلها جريت هنا، فخلت المجال اقوى لما مشى جوه الملف ده. ممتاز. هو هنا يعتبر قفل السكه على المصباح. فقال لك ان المجال هنا بقى كبير جدا. لما فتحها بقى. بص بقى هنا لما قطع التيار خالص الفيد قل. فلما الفيد يقل يتولد ايه؟ ام اف مستحثه طرديه، فبالتالي نورت المصباح لحظيا بس. بالظبط. اذا التيار المستحث الطردي هو له اثر. وخلي بالك هي طرديه فين؟ عشان بس ايه، ممكن حد يقول لك التيار ماشي كده. هي طرديه هنا. يعني ايه طرديه هنا؟ هو مش التيار كان في الملف ماشي كده؟ حلو. هيفضل ماشي في نفس الاتجاه، بس هو مش هيرجع بقى للبطاريه، خلاص بقت الدايره بتاعتها مفتوحه. هو رجع للمصباح. يعني هي طرديه جوه الملف نفسه، عشان ما حدش يقول لك ايه اصل هي مشت في المصباح العكس. مظبوط. يعني دايما القوه الدفع الكهربيه المستحثه الطرديه اثرها عمليا بيبان. لكن التيار المستحث العكسي دوت احنا اثره عمليا مش بيبان كمنهج يعني. طيب هنا بقى جميل جدا الجالفانومتر. من امتع الفيديوهات دي الحقيقه. ده بيرمننت ماجنت موفينج كويل جالفانومتر، هو الجالفانومتر.
مغناطيس زي الجلفانو. ده الشكل بتاع الجهاز عمليا واحنا بنشتغل واحنا بنشتغل بيه في المعمل او بتشوفه عند الراجل اللي هو بيشتغل بالجلفانومتر، او الراجل مهندسين الالكترونيات بيشتغلوا بيه. هو جهاز طبعا بيطلبنا فين يتعامل على الحث الكهرومغناطيسي، ده الكلام اللي هو بيقوله. وبيقول لك ان هو بيقيس التيار يعني ممكن يقيس تيار الحاجات الصغيره قوي، ممكن يقيس تيار بالملي، ممكن يقيس تيار بالنانو وهكذا. وبتطلبنا فين يتعاملوا على عزم الازدواج المغناطيسي. في نهايه الجزء ده هيوريك بقى شكل عزم الازدواج المغناطيسي. بالابدع الجزئيات في الحته دي اللي هو هيوريك شكل المغناطيس اللي على شكل حد الحصان، المجال بتاعه عامل ازاي. بالظبط. بص احنا طبعا بنرسم الحته اللي في الوش دي بس، فالطلبه مش بتتخيل ان في بعد ثالث هو مش شايفه. بالظبط. ده الملف بتاعنا اللي هو ملفوف وليه طرف هنا وطرف هنا. بالزبط. ودول المفروض اهو دي الملفات الزنبركيه. في بعض دول الحوامل. ده الحوامل. في الحوامل بيرسمها بيبينها الحته دي. اللي هي الجزئيات اللي فوق. هو ما المفروض هيوصل الطرفين دول بملفات ايه؟ زنبركيه. عشان مش شايف قوي. من فوق هي الملفات الزنبركيه. ده الملف الزنبركي. بعد كده بقى ده الملف الزنبركي. يبقى هو الملف الزنبركي، وبعدين في الحامل اللي مثبت عليه. اللي هي حوامل من العقيق. عشان الاحتكاك بتاعها يبقى مش عامل حاجه مع الملف نفسه. بتتحمل الصدى والحاجات دي. يعني ما بيحصلهاش صدى. اوكي. من المعروف عن الاحجار الكريمه عموما. الفكره ان الحوامل العقيق دي مش هتعوق الحركه، احتكاكها بسيط جدا. بالظبط. هنا بقى شكل المجال بيبقى عباره عن انصاف اقطار. بالظبط. بص طبعا هو من ان الاس طبعا متجه من الشمال للجنوب. وده الملف بقى ذات. ودي الحته اللي احنا بنقول ان الملف دايما هيفضل موازي. هنا هو موازي، لما يدور موازي، لما يدور موازي، وهكذا. بص ادي الملف. الحته دي مهمه جدا جدا جدا. بص مش الملف بص بيوريك من جوه ومن بره. اللي هو بقى من جوه اللي بينعكس دول القطبين هنا بس انا مش شايفهم. ماشي. ودي الحته اللي هي مثبت فيها الايه؟ ايوه. وركينج برنسبل ان احنا بنقيس كارنت من خلال ماجنتيك فيلد. ماجنتيك تورك اهو. المجال اهو ماشي من الان للاس، مؤثر على هذا الملف. هنطبق قاعده فليمنج ده اليسرى اهو، بيوري لك بقى التيار. فهتعرف بقى الحركه بتاعت المجال من الان للاس. ده من اسفل اعلى، يبقى الضلع ده هيدخل لجوه والضلع ده هيطلع لبره. هيمشي كده. دي الحركه بتاعته. ده الحركه اهو، الحركه اتجاهها للداخل. وده ايه؟ الخارج ابتدى يطلع لبره، بيتحرك كده. فطبعا المؤشر بص اهو، وده بيدور، المؤشر بيدور معاه. بالمناسبه الحركه دي بنسموها جنتل موشن، يعني حركه بالراحه مش بيلف. لان طبعا بص وهو بيلف حركه بطيئه لانه بيقيس تيار ضعيف. لا غير كده، وهو بيلف كمان في حاجه تحس ان هو كمان بيحاول يزقها، اللي هي الملفات الزنبركيه. وحته مهمه قوي قوي هنا هيوضحها بتاعت عزم ثنائي القطب على الام دي. ده هنا المنظر من فوق تخيلي جميل قوي على فكره جدا. جدا. ده شكل الجلفانومتر اهو كجهاز من بره، صفر في المنتصف حتى يستطيع تحديد اتجاه التيار، حركه يمين او اتجاه شمال. ده القلب الحديدي، ودي المجال. ده بيوريك المجال على انصاف اكتر. القلب الحديدي ليس مقسما على هذه الشرائح، لكن قلب الموتور مقسم على هذه الشرائح. هنا القلب الحديدي بيتعرض لايه؟ بيتعرض لكثافه ثابته في المقدار، وهو نفسه ما بيتحركش، فمفيش تغير في كثافه الفيض القاطعه للقطعه نفسها المعدن، فبالتالي ما عنديش تغيرات دائميه عشان اقسمه. ده بقى القانون العزم الازدواجي، التاو او التورك يساوي بيان او ساين سيتا، لان هي النمبر اوف تيرنز اللي هي عدد اللفات، والاي هي كارنت انتنسيتي، سيتا انجل بتوين البي والاي اللي هو الحركه بتاعت الوضع العمودي، يعني حسب الدوران من الوضع العمودي. الكثافه والوضع العمودي بتاع الملف هي المساحه بالظبط كده. بس في الاصل احنا مثبتين الزاويه ديت، بنحاول نثبتها. لا، ما هو هنا بقى هيقول لك ان ده الماجنتيك وده الاريا اهي عموديه، صح؟ هيجي هنا
اهي هيفضل دايما عمودي. هيفضل دايما عمودي، يعني هيفضل دايما ملف موازي، اسف. هيبقى اقصد الثيتا دايما الزاويه هتفضل 90. يبقى دايما في الجلفانومتر عزم الازدواج قيمه عظمى. يعني الثيتا فيه بتساوي 90 درجه، لكن الزاويه لو اداني زاويه انحراف المؤشر ماليش دعوه بيها، عشان دي زاويه انحراف بيضحكوا عليهم في اسئله. جت في سؤال في حصص مصر. والقوه المؤثره على كل ضلع قيمه عظمى برضه ما بتتغيرش. يعني في الموتور ده في عزم الازدواج. مظبوط. وفي اي عزم حتى في الجلفاني بالظبط. القوه نفسها، البعد هو اللي بيقل. على الضلعين الطوليين دايما بتكون قيمه عظمى. جميل. ماشي. بص بقى الحته دي. بيقول لك انا مثبت لك كده الان والاي والثيتا، ماشي، وطبعا الكثافه ثابته بتاعت المغناطيس، فالعزم هيبقى متوقف على مين؟ شده التيار فقط. فحضرتك زودت شده التيار للضعف، العزم هيحصل له ايه؟ هيزيد للضعف. انحراف المؤشر هيزيد للضعف، فبالتالي زاويه الانحراف هتتوقف على مين؟ على شده التيار فقط. فبالتالي التدريج بتاعنا هيفضل دايما منتظم. دي تفسير ممكن تقولها تاني معلش. يعني هنا في الفيديو هنا بيوضح لك ايه؟ احنا جبنا الاقطاب مقعره عشان تعمل ايه؟ تخلي الزاويه 90 على طول. دي كانت اصعب حاجه في الموضوع. تمام؟ حاجه التركيب. حلو. فبالتالي حضرتك عزم الازدواج هنا الان ثابت، المساحه ثابته، الكثافه ثابته اللي هي جايه لي من المغناطيس، والزاويه دي خلاص بواحد 96 سالب واحد. فيتوقف على مين؟ على شده التيار. حضرتك زودت التيار للضعف. عزم الازدواج هيزيد للضعف لان هو مبقاش يتوقف على حاجه غير شده التيار، فبالتالي هو الملف مش متثبت في المؤشر. طب حضرتك خليت دورانه يزيد، فالمؤشر دورانه هيزيد، هياخد زاويه ضعف. يبقى زاويه انحراف زادت للضعف لما عزم الازدواج زاد للضعف، لما التيار زاد للضعف يبقى اصلها تيار يزيد للضعف، زاويه انحراف تزيد للضعف، فبالتالي العلاقه بينهم علاقه طرديه دايما. يبقى زاويه انحراف تتوقف على شده التيار فقط. فبالتالي حضرتك التدريج بتاعنا هيبقى ايه؟ هيبقى دايما منتظم عشان النقطه دي. في الاميتر الحراري بقى لا، ده بيعتمد هناك على كميه الحراره المتولده في السلك. فما بتنسبش مع التيار، بتنسب مع مربع ضعف التيار. ممتاز قوي. جميل قوي التحليل ده الحقيقه. خش يا سيدي. جميل. ده الجلفانومتر بقى هنا من بره بقى اقصى تدريج ليه. ودي المغناطيس جوه العلبه السوداء دي. اشتغل على الجلفانومتر ده في الكليه عندنا. ده كان فيديو مهم قوي وجميل الحقيقه. كان بيوضح جزئيات كتير جدا في المنهج. اتمنى يكون الموضوع قرب ليكم، تخيلت اكتر يعني ايه مجال وشكل المجال المغناطيسي والاجهزه نفسها متكونه ازاي والشغل فيها عامل ازاي والدينامو. ثالثه ثانوي. اتمنى تكونوا استفدتوا من هذا، واتمنى تكونوا حبيتوا الفيزياء اكتر. اكيد الفيزياء دايما سهله باذن الله ان شاء الله، طول ما انتوا بتتابعوا الفيديوهات بتاعتنا ان شاء الله. اشوفكم على خير. السلام عليكم.